نوم زي بتاعة الأوتيلات في البيت، يعني حاجات مدروسة ومحسوبة. جمعت لكم كل الحاجات وقعدت اذاكرها لكم، لا في تفصيله صغيره تقع مني. اللكش اللي بنحسها في اوضه النوم بتاعه الاوتيل مش بس عشان احنا غيرنا جو والكلام ده، ولا عشان في روم سيرفيس وهاوس كيبنج بيجوا يروقوا، عشان في معماريين ومصممين ديكور مفكرين في كل حاجه قبل ما حضرتك تروحي الاوتيل اللي انت رايحاه، ومش بيفتكروا فجاه اوبا انا نسيت الحاجه دي لازم ازودها. خليني اقول لكم على بعض الحاجات اللي بتفرق جدا جدا لو انتوا عايزين تعملوا الاحساس الفندقي لكن عندكم في البيت. اول حاجه بفكر فيها هي الفurniture لاي اوت او طريقه وضعيه الاساس. يعني انا عندي الاوضه ليها باب، في شباك، في بلكونه، لازم اكون دارسه كل حاجه هتبقى ازاي. لكن اهم نقطه لازم اراعيها ان انا اسيب دايما فراغ حوالين السرير ما يقلش ابدا عن 70 سم، يعني ما بين السرير والحيطه اللي جنبه او ما بين السرير والدولاب على الاقل 70 سم. الفكره والراحه مش في حجم السرير، يعني لو هتضطري تصغري السرير مثلا لو انت عندك سرير مترين وتعمليه 180 وتكبري الفراغ ده هيحسسك براحه اكتر. نيجي بقى للسايلنت لوكشريز اللي انا بحبها، حاجات صغيره كده انت بس وانت بتستخدميها بتكوني مستمتعه بيها. اول سايلنت لوكشري بالنسبه لي هي الكومود او البيد سايد تيبل، او الحاجتين اللي بنحطهم يمين السرير وشماله اللي هم الكومودينو، الكومود، النايت ستاند، شوفوا انتوا بتسموه ايه. اهم حاجه بالنسبه لي ان الكومود ده يبقى رايق وفل. الكومود بتاعي لما بيتكركب بتضايق فوق ما تتخيلوا، فعشان كده بعمل ايه بقى؟ عامله حسابي ان وانا بختار اصلا ديزاين الكومود يكون فيه ستورج كتير. يعني لو انت لسه هتعملي ديزاين لاوضه النوم بتاعك، اختاري كومودينو يكون فيه الادرج كتير، يكون فيه رف، ويا ريت بقى لو مفتوح من ورا عشان نعرف نشحن التليفون. تاني نقطه انا مجهزها لكم هي السرير نفسه، لازم يكون مناسب للاستخدام. يعني لو عندي فردين هيستخدموا الاوضه، اقل مقاس سرير يبقى 160. ذا بيجر ذا مارير، قدرنا نكبر السرير خير وبركه، ما قدرناش خلينا في ال 180. وبالمناسبه عايزه اقول لكم حاجه، زمان سريري كنت عاملاه 2 متر عشان كنت عايزه سرير كبير وبتاع مش عارفه ايه، كان بيبقى صعب قوي قوي ان انا الاقي الليننز والبادنجز او الملايات بتاعت السرير بالمقاس ده، فال 180 ده لو لشخصين بيكون اكتر من رائع. النقطه اللي بعديها اللي عايزه اقول لكم عليها الملايات نفسها بقى بتاعت السرير، مهمه. ناس كتير هتزعل مني، لو حضرتك بتجهزي بنتك او انت بتجهزي بيتك او هتنقلي بيت جديد، ابعدي عن الحاجات اللي فيها نقوشات وزيطه وزحمه، خليكي في الحاجات الهاديه. والله خايفه اقول حاجه تزعلوا مني، ماله الابيض منتهى الشياكه اللي في الدنيا، وبيتغسل وبيبقى زي الفول ما بيتبهدلش في الغسيل. لو عرفنا نجيب الملايات كلها ابيض والمخدات اكياس المخدات كلها ابيض تبقى حاجه هايله. ما عرفناش ومش بنحب اللوك ده، خلاص خلينا في الالوان الفواتح، بيجات، اوف وايت. عايزه تخلي الوان غامقه يعني اخرنا الكافيه، بس حاولي تبقى الملايات والكفر بتاع الدوفيه او كفر السرير او كفر اللحاف يكون الوان فاتحه خالص. عندي بقى النقطه اللي بعد كده هي الهيد بورد بتاعت السرير. لو انا السرير بتاعي ده منجد ولسه، او عندي سرير وعايزه انجد الهيد بورد اللي هي ظهر السرير من ورا، اختاروا قماش يكون حيادي عشان لما تيجي تلعبي بقى في الملايات اللي احنا اتفقنا عليها يكون لايق معاه. ويا سلام بقى لو بتنجديه عند ستايل هاوس ويعملوا لك كفر حلو للسرير. لو ما عندكيش اوبشن تعملي مع ستايل هاوس وانت بتنجدي ظهر السرير، خلي المنجد بتاعك يعمل لك مفرش كبير يغطي السرير، اهم حاجه يداري المرتبه من قدام ومن ورا، وكمان تقدري تغطي بيه المخدات عشان في الشتاء بقى واحنا حاطين البطانيات اللي اهالينا جايبينها لنا تبقى متغطيه وشكلها لطيف. نقطه ثانيه عايزه اقول لكم عليها هي الاضاءه. اتكلمت قبل كده معاكم في الاضاءه ان لازم يكون عندي اكتر من عنصر اضاءه حسب المساحه اللي انا فيها. في اوضه النوم من اهم عناصر الاضاءه الامبيانت لايت والتاسك لايت. الامبيانت لايت هو الاضاءه الاساسيه اللي هي النجفه اللي عندي او السبوتس حسب ديزاين السقف بتاع الاوضه. التاسك لايت بقى هو الاضاءه اللي بستخدمها عشان اعمل مهمه معينه، يعني وانا قاعده على السرير عايزه اقرا كتاب، عايزه اقرا في المصحف، عندي كرسي على جنب، فاعملوا حسابكم ان يكون عندكم دايما اضاءات غير مباشره واضاءات تكون مسلطه على التاسك او المهام اللي هعملها في الاوضه. فدايما بنصح ان احنا في اوضه النوم ابعدوا عن الاباجورات عشان يفتكروا الكومود يبقى رايق. خليكوا لو عرفتوا تعملوا 2 ابليك على الحيطه او تنزلوا دلايتين من السقف، الدلايه دي بتبقى نجفه صغننه خالص، وعلى فكره مش غاليين وفي اوبشنز مش قادره اقول لكم بكام، بس عشان ما تتخضوش بيكونوا نازلين كده من السقف يمين وشمال السرير، شكلهم بيكون لطيف قوي، بيخلوا الكومود رايق. واقدر اولع واحده لو انا مثلا عايزه اعمل حاجه وجوزي نايم والعكس صحيح. في حاجه لطيفه قوي برضو كنت بعملها في ستايل هاوس، حاجه كده بتتركب في السرير من ورا، عارفين بتتحرك كده وبتبقى موجوده في اماكن كتير، هتلاقوها في ايكيا وموجوده في ميدان الجامع حتى لو عايزين تجيبوها. بتتركب في ظهر السرير واقدر اشدها، بتكون مسلطه الاضاءه على المصحف او الكتاب اللي انا بقرا فيه، عشان مش لازم لو انا يعني واحده مطلعه قوي وغاويه قراءه ازهق الناس اللي نايمين جنبي. حركه برضو لذيذه كنت بعملها تخص الاضاءه، كل المشاريع اللي بعمل فيها اوضه نوم بخلي يطلع لي اندايركت لايت من تحت الكومود ومن تحت السرير. وعلى فكره دي حاجه بسيطه جدا، لو انا عندي السفل تحت بتاع السرير اقدر اركب شريط ليد بس يكون الاضاءه بتاعته هاديه قوي ويكون نظيف وكويس عشان ما يحصلش مشاكل، واعمله من تحت السرير. طب ايه لازمته يعني، منظره؟ لا اطلاقا مش منظره. لو انا قايمه مثلا
هتوضى الفجر مش لازم افتح نور الاوضه، يا دوبك هفتح الاضاءه اللي تحت او اللي تحت الكومود وامشي بالراحه عشان ما ازعجش النايم جنبي، اتوضى واصلي او ادخل التواليت اعمل الحاجه اللي انا عايزاها. فاحنا اتكلمنا عن الاضاءه، اتكلمنا عن اللي اوت، اتكلمنا على السرير، واتكلمنا على الملايات. حاجه مهمه بس نسيت اقول لكم عليها في الملايات، والله 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 الملايات دي مش صرف ومش هبل ومش بذخ، الملايات دي انفستمنت انت تتمتعي بيها. لما تيجي تشتري ملايه، غير موضوع الالوان اللي اتكلمنا عليه، اختاري ملايات تكون الثريد كاونت بتاعتها عاليه، يعني عدد الخيوط في الوحده بيكون عالي. كل ما التي سي اللي هو الثريد كاونت يعلى، كل ما الملايه تكون انعم واقرب للحرير. وطبعا اكيد الملايات هتبقى قطن وسهله جدا في غسيلها صدقوني، وما بيجرالهاش حاجه.